بسم الله. السلام عليكم. حبايبي تلاميذ الصف السادس، اهلا بيكم. هنحل مع بعض ان شاء الله النهارده اختبر نفسك حتى الدرس الثاني. وكنا شرحنا اهم النقاط في الدرس الثاني في فيديوهات سابقه قبل كده، هسيبها لكم في نهايه الفيديو تشوفوها لو ما كنتوا شفتوها. ولو اول مره بتشوفوني يا ريت نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان نحل مع بعض كل تدريبات واختبارات كتاب الاضواء. وحاجه كمان عايزه الفت نظركم ليها، لو انتم في اي اختبار او اي تدريب في الكتاب وانتم مش عارفين تحلوه اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله احله معاكم وافهمه لكم بمنتهى السهوله. هنبدا مع بعض كده بسم الله نحل مع بعض الاختبار اللي هو على الدرس الثاني صفحه 16. بيقول لي اولا اختر الاجابه الصحيحه. العامل المشترك الوحيد لاي عددين اوليين هو الواحد، لأن زي ما اتفقنا وقلنا إن الأعداد الأولية هي الأعداد التي لها عاملين 2 فقط. العدد نفسه هو الواحد الصحيح، فيبقى الواحد الصحيح هو العامل المشترك لكل الأعداد الأولية أو بين الأعداد الأولية. طيب اما اقول لي مضاعف مشترك اصغر م الف لعددين 3 و6 والاقي ان العددين دول منهم عدد يقبل القسمة على الثاني، فيبقى العامل المشترك بتاعي هو العدد المؤسفة المضاعف المشترك بتاعي هو العدد الكبير اللي هو مين؟ الستة. فيبقى المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 و6 هيبقى مين؟ الستة. خلاص؟ طيب إنما لو قال لي نفس السؤال ده العامل المشترك اللي هو عين ميم ألف للعددين 3 و6 وهلاقي العددين منهم خلاص عدد اللي هو عدد أولي والعددين واحد يقبل القسمة على التاني، فيبقى العامل المشترك هنا هيبقى العدد الصغير اللي هو مين؟ اللي هو 3، العامل المشترك الأكبر. تمام؟ رقم 3 العدد الذي رقم أحاده 0 أو 5 يقبل القسمة على عدد 5. سهلة قوي، لو كنا جينا نشوف جدول ضرب ال5 هنلاقيه كله بيبدأ ب0 أو 5. خلاص؟ فيبقى العدد الذي يقبل القسمة على 5 هو العدد الذي يبدأ ب0 أو 5. من مضاعفات العدد 6، يعني عدد مضاعفات يعني عدد يقبل القسمة على العدد 6. ال16 لا طبعا، ال26 لا طبعا، ال24 أكيد هي من مضاعفات العدد 6. يبقى الايه؟ ال24. يبقى مضاعفات يعني ايه؟ يعني عدد يقبل القسمة على 6. تمام. العامل المشترك الأكبر للعددين 8 و4 اللي هو عين ميم ألف، هحلل ال8 هلاقي ال8 دي بيساوي 2 في 2 في 2 وال4 ده هي بيساوي 2 في 2. فلما اجي اجيب العامل المشترك الأكبر باخد من الاتنين دي 2 وباخد من الاتنين دي 2، فبقول 2 في 2 بكام؟ ب4. يبقى العامل المشترك هنا عندي العدد الصغير في العددين لو كان واحد فيهم بيقبل القسمة على التاني. خلاص؟ العدد 108 بيقبل القسمة على، أولا بيقبل القسمة على 2. تمام. طب أجمع الأرقام عشان أعرف بيقبل القسمة على 3 ولا لأ. فهنشوف 8 و0 هي 8 و1 يبقى 9. 9 تقبل اسم على 3 يبقى بيقبل اسم على 2 بيقبل اسم على 3. طيب هشوف احاد وعشراته الاثنين مع بعض 8. 8 بتقبل اسم على 4 يبقى انا هختار ايه يا مس؟ بيقبل اسم على 2 بيقبل اسم على 3 بيقبل اسم على 4. هختار جميع ما سبق. العدد الذي جميع عوامله الأولية 2 و3 و3 هضربهم في بعض. يبقى لما يجي يطلب مني العدد يديني العوامل الأولية للعدد، فأنا عشان أجيب العدد هضربهم في بعض. يبقى أقول له 2 في 3 ب6، 6 في 3 ب18، يبقى العدد بتاعي هو 18. طيب عين ميم ألف للعددين 18 و12 هنحلل ال12 أهي. ال12 دي عبارة عن 3 في 4 يبقى 3 في 4 وال4 2 في 2 يبقى 3 في 2 في 2. خد بالك ده عشان اجيب عين ميم الف لازم احلل العدد الى عوامله الاوليه، فدي اسمها عوامل الاوليه للعدد 12. طيب نفس الكلام ال18 هحللها. ال18 ده هي ميس 3 في 6. حلو. ال6 يا ميس 2 في 3 يبقى ال18 3 في 3 خلي 3 بعيد في 2 اهي. خلاص. وعشان اجيب العين ميم الف بختار من اللي تحته الاعداد اللي تحت بعضها باخد منها
خلاص المشترك باخد منه واحده بس، يبقى هنا باخد 3 واحده وهنا باخد 2 واحده. طب وبالباقي يا ميس؟ لا ما باخدوش. يبقى الاتنين في 3 بكام؟ ب6. يبقى العامل المشترك للعددين 18 و12 هو 6. عوامل العدد 20. خد بالك ما قاليش عوامل اوليه، قال لي عوامل العدد 20. اول عاملين بكتبهم وانا مغمضه الواحد والعشرين. الواحد والعشرين هم عوامل اول عاملين في عوامل عدد 20، لان الواحد في 20 ب20. طيب والاتنين وال10 لان الاتنين في 10 ب20، والاربعة والخمسة لان الاربعة بخمسة ب20. لسه في حاجة تانية تتضرب في بعضها تديني 20؟ ما اعتقدش، هما كده بس. دي اسمها عوامل العدد 20. طيب ميم ميم الف للعددين، المضاعف المشترك للعددين 4 و5. هنا هضربهم في بعض. طالما هنا ما عنديش عدد يقبل القسم على التاني، هم عددين منهم عدد اولي والتاني لا يقبل القسم عليه، فانا بضربهم في بعض عشان اجيب ميم ميم الف. يبقى الاربعة في 5 بكام؟ ب20 على طول. جميع الاعداد الزوجيه تقبل القسم على العدد 2. المضاعف المشترك الاصغر لعددين اوليين هو حاصل ضربهم. المضاعف المشترك الاصغر لعددين اوليين، يعني مثلا لو انت عندك الاثنين والثلاثه وقال لك اوجد ميم ميم الف لعددين 2 و3، هتقول لي الميم ميم الف لعددين 2 و3 اللي هو ايه؟ اللي هو ال6. ليه؟ لان هضرب الاثنين في 3 ب6. يبقى اما اجي اجيب مضاعف المشترك لاي عددين اوليين بجيب حاصل ضربه. جميع الاعداد تقبل القسمه على نفسها ما عدا الصفر. ليه؟ لان القسمه على الصفر ليس لها معنى، او زي ما بنقول كميه غير معروفه. خلاص في الرياضيات ليس لها معنى، ما ينفعش اقسم على الصفر. يعني انا اقدر اقول 0 على 3 فيها الصفر، لكن ما اقدرش اقول 3 على 0، كده غلط، ليس لها معنى. خلاص. طيب حاصل العددين 25 و35، حل العددين 25 و35 الى عواملهم الاوليه في الجدول التالي، واكمل مخطط فين ثم اجب عن الاسئله. طيب ال 25 كام في كام؟ 5 في 5، وال 35 5 في 7. طيب تمام، عايزين نكمل فين. العدد الاولاني او الدايره الاولانيه دي المشترك ما بينهم هنا 5. الدايره الاولانيه دي هتبقى 5 في 5 ب 25 اهي، 25 والخمسة في 7 ب35. يبقى انا كده عملت شكل بين. العامل المشترك الاكبر للعددين اللي هو عين ميم الف العددين 25 و35 على طول من شكل فين هو هيكون مين؟ الجزء المشترك اللي في النص اللي هو مين؟ اللي هو ال5. خلاص. المضاعف المشترك الاصغر هعمل ايه؟ هضرب ال5 واحده اهي، هضرب الثلاثه في بعض، 5 في 5 في 7، هضرب الثلاثه في بعض، يبقى ال5 في 7 ب 35، 35 في 5، 5 في 5 ب 25، 5 بطلع بالاثنين، ال5 في 3 ب 15 و2 يبقى 17. يبقى هنا المضاعف المشترك للعددين 175. طيب رقم 2 اوجد عين ميم الف وميم ميم الف للعددين 12 و18. طالما جاب لي عين ميم الف وميم ميم الف لازم احلل العددين يا ولاد. تمام، انا فوق كنت محللهم اهو ال 12 18، نحللهم تاني مفيش مشكله. ال 12 هي 3 في 4 يبقى 3 في 2 في 2، ما ينفعش اكتب 4، لازم احللهم الى عواملهم الاوليه. طيب وال 18 3 في 6 وال6 2 في 3 يبقى 2 في 3 2 في 3 ب 6 في 3 ب 18. انا عايزه اجيب ميم ميم الف، باخد المشترك باخد منه واحده، 3 دي تحتها 3 اخد منها واحده يبقى 3 في الاثنين دي تحتها 2 اخد منها واحده 2 بس، ما اخدش الباقي مثل لا ما ناخدش الباقي. 3 في 2 بكام؟ ب6. يبقى دي مين؟ ده عين ميم الف. طيب ميم ميم الف، عم اجي اجيب ميم ميم الف باخد بقى كله، باخد من دي 3 بنزلها، باخد من دي 2 واحده بنزلها، بنزل دي الاثنين دي وبنزل الثلاثه دي عشان اجيب ميم ميم الف. يبقى ال3 في 2 ب6 وال3 في 2 ب6، ال6 في 6 ب36 اهي. يبقى ميم ميم الف هنا كام؟ 36. طيب
اوجد عين ميم الف وميم ميم الف للعددين 10 و5. بنفس الطريقه بحلل وبوجد عين ميم الف وميم ميم الف. خلاص. نيجي رقم 4. مدرسه بها 645 تلميذ، هل يمكن توزيعهم بالتساوي على 5 فصول بدون باقي مع ذكر السبت؟ 645 هل يمكن توزيعهم بالتساوي على 5 فصول بدون باقي؟ نعم. وما قاليش وزعهم، وبقول لي هل يمكن، هقول له نعم يمكن توزيعهم بدون باقي. طيب ولماذا مع ذكر السبب؟ ليه؟ لأن رقم الآحاد في العدد 5 ويقبل القسمة على 5. بس كده تمام كده. انا حليت الاختبار كامل معاكم اهو. اختبر نفسك صفحة 16. تمام. حتى الدرس التاني ان شاء الله باذن الله نكمل مع بعض في الفيديوهات التاليه، ونكمل دروس معاكم الدرس الثالث واختباراته وتدريبات. ربنا يوفقكم وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.